السلام عليكم بنات، عيدكم مبارك سعيد بالصحة والسلامة والهنا وطول العمر وكل ما كتمناو ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد غادي نقدم لكم فيه وصفة ديال البسطيلة، الاكلة المفضلة عندي اللي كنوجدها نهار العيد. غادي نقدمها لكم بطريقة مبسطة مع بعض الاسرار النجاح ديالها، ان شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم. هي راه ماشي صعيبة، غير خاص يتوجد ليها القوام ديالها وتبعوا المراحل وان شاء الله غادي تجيكم شهوة منها. بالنسبه للمقادير غادي خصنا دجاجه قياس كيلو ونص مغسوله ومقطعه، 4 ديال البصلات مويان مشلضين، 6 ديال البيضات، قبطات ديال المعدنوس مقطعه، شويه ديال الزعفران الحر، معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الملحه، ومعلقه ديال السكينجبير. غادي خصنا 4 كاس ديال زيت الزيتون، 3 المعالق كبار ديال الماء الزهر، 400 غرام ديال اللوز مسلوق ومقلي ومطحون شويه في الطحانه، وزدت عليه 4 ديال المعالق كبار ديال العسل ومعلقه صغيره ديال القرفه. وغادي خصنا باكيه ديال الورقه اللي فيها 10 ديال الورقات. غادي تلقاو المقادير في صندوق الوصف. في المقله ديالنا اولا في الطاوه كنديروا 4 كاس ديال زيت الزيتون، وكنقليو الدجاج ديالنا واحد 5 دقائق. من بعد كنزيدوا عليه البصله والقامه وكنخليوه يتشحر على عافيه مهيله تقريبا نص ساعه. بعد ما كتشحر لينا البصله وكتطلق لينا الماء ديالها، كنزيدوا واحد نص كاس ديال الماء وكنخليو الدجاج يكمل الطياب حتى الاخر. عاد كنزيدوا المعدنوس وكنخليوه يطيب مع الدجاج واحد 5 دقائق. منين كيطيب لينا الدجاج كنحيدوه وكنخليو المريقه ديالنا كتشحر على نار مهيله حتى كتولي لينا خاتره وما كيبقاش فيها الماء. من بعد كنزيدو عليها البيض وكنحركوه مزيان حتى كيتخلط كلشي وكيطيب لينا البيض وكتنشف لنا ديك المرقه. كناخدو الدجاج ديالنا وكنحيدو ليه دوك العظيمات وكنقطعوه طريفات صغار بهذا الشكل. بالنسبه للوز غادي نخلطوه مزيان مع ماء الزهر والعسل والقرفه. دابا غادي ناخدو الورقه ونبداو نحلوها وندهنوها بالزبده دايبه بوحده بوحده. دابا غادي نستفو ورق البسطيله في الصينيه بهذا الشكل. غادي نحطو الطبقه الاولى اللي هي الطبقه ديال الدجاج ونديرو فوق منها ورقه ديال البسطيله. في الطبقه الثانيه غادي نديرو خليط البيض مع البصله باش منين كطيب كتلقى لنا ديك المريقه اللي كتنزل على الطبقه ديال الدجاج وكتجي بنينه. من بعد كنفرقوهم بالورقه ديال البسطيله وكنحطوا اللوز اللي كيجي في الطبقه الثالثه. دابا كنجمعوا الورقه في الوسط وكندهنوها بالزبده دايبه وبصفار بيضاء وكنديروا 2 الورقات من الفوق اللي كنكونوا دهنينهم مزيان بالزبده باش كيجيو مقرمشين، وكنخشيوهم مزيان من الجناب وكنديروا البسطيله ديالنا طيب تقريبا نص ساعه حتى كتحمر على درجه حراره 180.
كنخرجوا البسطيله ديالنا من الفران، كنزينوها بالسكر كلاصي والقرفه واللوز على حسب اذواقكم. انا زينتها بهذا لو بوشوار هذا اللي خديته من لو سيت ايتسي، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وكنقدموا البسطيله ديالنا تكون سخونه بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا، كتجي ما شاء الله رائعه في المذاق وريحتها غزاله ما شهيتكم فيها. كنتمنى تجربوها لانها سهله ما صعيباش، غير كتاخذ شويه ديال الوقت ولكن النتيجه كتكون دايسه الكلام. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير شنو نوع الفيديوهات اللي تبغيو تلقاوها في القناه ديالي، وكنرحب بجميع اقتراحاتكم. كنشكركم من كل قلبي وكنقول لكم عيد مبارك سعيد، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.